انت مهزوم 3 مرات يا راجل، كل مره ب3 اهداف في اخر 3 ماتشات ليك، وبتقول لي حكام اجانب يعني بالعقل. وهتلعب مع اسمه السوداني كمان كام يوم وهتتهزم. انا يا جماعه عشان بس الناس ما تفكرش ان انا بدافع عن الزمالك ولا بيراميدز، انا زعلان لان النادي الاهلي فتح كبر الموضوع بالزياده بالزياده، والموضوع زاد عن حده خالص. هو ممكن يكون معاه حق في مستند قدمه، برضه الحق يتقال، معاه حق في مستند قدمه، وهو حق ان هو يطلب حكام اجانب، مش من حقه، لا حقه يطلب حكام اجانب، وحقه كمان ان هو ما اتخصمش منه 3 نقاط نهايه الموسم، لانه معاه مستند بيقول انا كنت مقدم عاوز حكام اجانب، وانتم بتخصموا مني ال3 نقاط بناء على ايه؟ هو برضه معاه مستندات، هم يعني ده نادي كبير يا جماعه. بس انا زعلان، يعني ما كانش ليه داعي. كنت تلعب المره دي بحكام مصريين، وبعد كده يا اخي المره الجايه يبقى نشوف بقى باجانب ولا مش باجانب. عديها المره دي، يعني كنت عديها المره دي وخلاص. اما انت تصدرك عمل مشكله بين بيراميدز وبين الزمالك، وبينك وبين بيراميدز، وبينك وبين الزمالك. تكبرت الموضوع كده وصل لمرحله، انت الماتش الجاي مع بيراميدز خلاص، انت كده يا باشا بيراميدز سحبت كلمتها بعد ما كانوا طالبين حكام اجانب، سحبوا كلمتهم تاني. قالوا بعتوا لرابطه الانديه قالوا لهم احنا مش عاوزين حكام اجانب، ورابطه الانديه ترد عليهم قال لهم لا، احنا هنجيب لكم حكام اجانب لان انتوا كنتوا طالبين والامر انتهى.